أهلا وسهلا بيكم. في الفيديو النهاردة هنحل مشكلة كتير مننا بيقابلها: إزاي نحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بطريقة صحيحة وأوتوماتيكية. مجرد ما أدخل الكود ألاقي يظهر معايا مكافأة نهاية الخدمة. وكمان هنتعلم إزاي نقدر نجهز ملف الإكسل، سواء إن إحنا نفتحه أو نسميه أو ننسقه أو حتى ننشئ جدول وننسق التواريخ. وكمان هنستخدم أدوات مهمة جدا زي دالة dated if، كمان دالة VLOOKUP، وهنتعلم إزاي نتفادى الأخطاء عن طريق دالة if error. يلا نفتح الإكسل ونبدأ من أول خطوة. أول حاجة هنفتح الإكسل وهنختار blank workbook. هنلاقي الشيت ظاهر لي من الشمال لليمين، فأنا دلوقتي حابب أدخل داتا عربي، فمحتاج إن الشيت بتاعي يبقى من اليمين للشمال، فهنروح لقائمة بيج لاي اوت وهختار شيت رايت تو ليفت علشان يبقى الشيت معايا بالشكل ده. طبعا أنا أول حاجة بحب إن أنا أسمي الورك بوك بتاعتي عن طريق إن أنا بروح للاسم واضغط عليه مرتين، وبعد كده هكتب الاسم اللي أنا حابه، فليكن المكافأة. أوكي، بعد كده أقدر أروح للمربع اللي هو موجود هنا ما بين الأعمدة والصفوف واضغط عليه، فبيعمل لي سيلكشن على كل الشيت بتاعي. من الهوم أقدر أحدد أنا عاوز الخط إيه، يعني خلينا نخليه مثلا 12، وأنا عاوز كل الكلام بتاعي يبقى في المنتصف، فهعمل له alignment من هنا. أبدأ بقى بعد كده أشتغل في الشيت عادي، وليكن هنا المسلسل وهنا كود الموظف. احنا عايزين بقى نحسب خدمة العمل بتاعته، فهنعمل هنا يوم وشهر وسنة. دي كده التلاتة دول اللي هم مدة الخدمة بتاعة العامل، فمدة خدمة العمل أنا حابب أعمل ميرج لمدة خدمة العمل دي تبقى فوق التلاتة اللي هم اليوم والشهر والسنة، فحددت الخلايا اللي أنا عاوزها وهختار من قائمة هوم ميرج أند سنتر. بعد كده بقى أنا اوريدي عاوز أحسب المكافأة، وخلي آخر كولوم لو في ملاحظات أنا عاوز أكتبها على العامل ده. طبعا لو أنا حابب أكبر أو صغر عمود دي حاجة ترجع لي، أنا حابب كل عمود مثلا، وليكن كل واحد حابب العمود بطريقة معينة. دلوقتي أنا عاوز أعمل جدول، فأحدد الخلايا بتاعتي اللي أنا عاوز تكون معايا في الجدول سواء صفوف أو أعمدة، وهروح من قائمة هوم هختار Format as Table واختار الشكل اللي أنا برتاح فيه، وليكن هنختار الشكل أو التنسيق ده. هيطلع لي القايمة دي أنا بعمل صح عند My Table has Header، لأن أنا الداتا اللي أنا مدخلاها أول حاجة دي مش داتا تبع الجدول، دي رؤوس الأعمدة، فهعمل صح هنا وهضغط أوكي. هنلاقيه عمل لي الجدول بالشكل ده. في أي وقت حسيت إن لأ مش هو ده الشكل اللي أنا كنت عايزه، أقدر من قائمة Table Design اللي ظاهرة معايا أختار التنسيق أو الشكل اللي أنا حابه. نلاحظ أول ما بقف عليه هو أوريدي بيطلع لي على طول شكله اللي هو متوقعه هيبقى عامل إزاي. خلينا نختار الشكل ده، ولو حابب أحط بوردر مفيش أي مشكلة خالص. بعد ما عملت التيبل أهو أقدر أروح لقائمة هوم واختار من هنا البوردر اللي أنا عاوزه، هنختار all border، فنلاقيه طلع معايا بالشكل ده. طبعا مدة خدمة العمل دي لو أنا برضو حابب أعمل لها بوردر نفس الكلام، ولو عاوز أديها color برضو هحددها وأروح هنا واختار لها وليكن كده، هختار لها اللون ده. نلاحظ لو أنا حطيت هنا بعد ما عملت التيبل وليكن مسلسل 1 و2 وضغطت مرتين هنلاقيه سمع في كل التيبل. بعد كده هندخل دلوقتي كود الموظف بإيدينا يدوي، وهنتعلم بعد كده لو عندي شيت موجود فيه اوريدي كود الموظف هيظهر لي ازاي على طول اوتوماتيك اسم الموظف والمرتب الصافي وبداية التعيين ونهاية التعيين بناء على إن أنا عندي شيت تاني. فخلينا ندخلها دلوقتي بإيدينا، مثلا 20 15 3، اسم الموظف إيمان سيد، المرتب الصافي وليكن 1000. دلوقتي عايزين نظبط
العمودين بتوع بداية التعيين ونهاية التعيين إن هما يبقوا ديت، مجرد ما هدخل الداتا بتاعتي تبقى ديت. فخلينا نعمل سيلكشن على الخلية دي عن طريق إن أنا بعمل رايت كليك، وبعد كده هختار فورمات سيلز، هيطلع لي قايمة، هروح في الديت واختار شكل الديت اللي أنا عايزه. كل واحد طبعا بيرتاح لشكل ديت معين، فأنا هرتاح للشكل ده واضغط أوكي. بعد كده أنا عاوز أقول إن هي بداية التعيين بتاعها بشهر 5/20/20، فهنعمل أهو طلع لي 1/1/2020. نهاية التعيين كانت في شهر 6/20/25. فأنا دلوقتي عاوز أشوف أوتوماتيك تظهر أول ما أدخل بداية التعيين ونهاية التعيين يطلع لي هي اشتغلت كام سنة وكام شهر وكام يوم. فهاجي هنا في السنة هعمل معادلة dated if، ودي معادلة ظريفة جدا بتسهل عليا الشغل قوي. هنكتب dated if، نلاحظ أول ما كتبت dated وكمان هكتب if مفيش حاجة ظهرالي، بس مجرد ما هفتح قوس كده هنلاقيه بدأ يظهر معايا. معادلة dated if أول حاجة بختارها هي بداية التعيين، بعد كده هعمل كوما، هختار نهاية التعيين، بعد كده هعمل كوما وهقول له أنا عاوز أحسب إيه، يعني أنا عايز أحسب يوم ولا شهر ولا سنة. فهعمل علامتين التنصيص دول عن طريق الشيفت مع حرف الطاء، وبعد كده هعمل واي علشان أنا عايز أحسب الير السنة، بعد كده هعمل علامتين التنصيص تاني وأقفل القوس وأضغط إنتر. هنلاقيه علشان هو تيبل فأوريدي طبق المعادلة في كل العمود، هنلاقيه طلع إن هي 5 سنين. طب أنا عايز أحسب الشهر، نعملها تاني هنا في الشهر، هنقول هيساوي dated if، هفتح القوس زي ما اتفقنا بداية التعيين كوما نهاية التعيين كوما. أخلي بالي بقى أنا هنا لما أعمل علامتين التنصيص وأعمل الإم اللي هي المانس، هو مش هيحسب عدد الشهور اللي فوق السنة، لأ، خلينا نضغط انتر كده هنلاقيه حسب لي كل الشهور اللي هو اشتغلتها إيمان في الشركة. طب أنا لأ، أنا مش عاوز كده، أضغط عليها تاني علشان أحسب الشهور اللي هي بتزيد على عدد السنين، هحط قبل الإم دي واي واضغط انتر، هنلاقيه جاب لي إن هي اشتغلت 5 سنين وشهر. طب الأيام، هو الطبيعي دلوقتي إن الأيام هتطلع 0، خلينا نحسبها برضو، هنقول هيساوي dated if وافتح القوس نفس الكلام بداية التعيين كوما نهاية التعيين كوما علامتين التنصيص، وهعمل دي، بس المرة دي مش هعمل دي بس، لأ، هعمل ام دي الأيام اللي زايدة على الشهور، وأقفل القوس وأضغط انتر هنلاقيه جاب لي 0. طيب دلوقتي نهاية التعيين لو أنا جيت غيرتها، أضغط عليها مرتين كده وخليتها بدل ما هي 1/6 هخليها 15/6، أوتوماتيك اتعدلت وبقت 5 سنين شهر و14 يوم. طيب أي وقت أنا غيرت بداية التعيين ونهاية التعيين هنلاقيها أوتوماتيك سمعت. خلينا بدل 25 نخليها 2026، هنلاقي السنين أوتوماتيك اتغيرت. تمام، أنا كده بقى عندي ظاهر كام سنة كام شهر وعدد الأيام. دلوقتي الشركة بتقول لي إن المكافأة عبارة عن عدد السنين في نص الشهر، والشهور برضو بتخش معانا، ولكن الأيام بيقولوا لي ما تحسبيهاش. فهعملها إزاي؟ في الأول خالص أنا عايزة أعمل للخلية دي راب تكست عشان وأنا بكتب المعادلة ما تأثرش على اللي جنبي. فهنقول هيساوي، أنا عندي المرتب الصافي بتاعنا ده هيتضرب في السنين زائد المرتب الصافي برضو هضربه في عدد الأشهر من السنة. طب هنعملها إزاي؟ هنفتح قوس، هنقول أنا عندي السنة فيها 12 شهر، هاخد الشهر ده وأقسمه على 12 وهقفل القوس وأضغط إنتر، هنلاقيه حسب لي 5 سنين وشهر. طب خلونا نحسبها كده على جنب. أنا عندي المرتب بتاعنا هو 1000 في عدد السنين بكام؟ ب5، يبقى دي كده أول حاجة. تاني حسبة، أنا عندي كام شهر من السنة؟ عندي شهر واحد على 12،
اللي هو 0.08 من السنة. لو ضربنا الرقم ده في المرتب اللي هو 1000 هنلاقيه طلع لي ب83 جنيه و33 قرش. طبعا ال5000 مع ال83 جنيه طلعت لي 5083. يبقى احنا كده الحمد لله المعادلة ظبطت معانا. طبعا لو أنا عايزة أسيب أي ملاحظات على الموظف ده بقدر أكتبها هنا، مثلا الاستقالة، وليكن معاش، سبب ترك الوظيفة، وهكذا. بكده نكون شرحنا إن أنا إزاي أدخل المكافأة بإيدي يدوي، إن أنا هدخل بإيدي أنا اسم الموظف والكود والمرتب وبداية التعيين ونهاية التعيين. لكن لو أنا عندي داتابيز وعاوز مجرد ما أدخل كود الموظف هي تسمع من الداتابيز على طول، نعمل إيه؟ يلا بينا نشوف هنعمل إيه. أنا عندي شيت الداتابيز بتاعي فيه أكواد الموظفين واسمهم وبداية التعيين ونهاية التعيين والراتب الإجمالي اللي بياخدوه والراتب الصافي. أنا المكافأة عندي مبنية على الراتب الصافي. فنرجع للشيت الأصلي اللي إحنا لسه عاملينه دلوقتي. خلينا نحسب إيمان سيد تاني بنفس الطريقة، ولكن عن طريق إن أنا مجرد ما أدخل كود الموظف يظهر لي بياناتها وألاقي المكافأة اتحسبت أوتوماتيك من غير ما أعمل أي حاجة إلا أنا أدخل كود الموظف. فخلينا ناخد نفس الكود من هنا كوبي ونحطه هنا مثلا. أنا عايز أوتوماتيك يظهر معايا اسم الموظف والراتب وبداية التعيين ونهاية التعيين، وألاقيه حسب لي المكافأة. أنا مجرد هدخل الكود ولو عاوز أحط ملاحظات. هنعملها إزاي؟ هنعملها عن طريق معادلة VLOOKUP. هنقول هيساوي وهنكتب VLOOKUP، هنلاقيها ظهرت معانا. هختارها بتاب. أول حاجة في معادلة VLOOKUP هو بيقول لي اللوك اب فاليو إيه اللي أنت هتسرش عليه، فأنا عاوز أدور على الكود ده، كوما. دلوقتي هو بيسألني عن التيبل أري اللي هو هيدور فيه، فين الجدول اللي هو هيدور فيه عن القيم دي. فعن طريق كنترول تاب من الكيبورد عشان أنتقل لشيت تاني أنا فاتحه، هنبدأ نختار الجدول بتاعنا. يفضل إن أنا أختار الجدول بتاعي أول عمود فيه يكون في القيمة اللي أنا بدور عليها، يعني كود الموظف تبقى أول عمود. بعد كده هعمل كوما، بيقول لي أختار كولوم إندكس نمبر، يعني القيمة دي هدور عليها عمود رقم كام من الجدول اللي أنا حددته. فأنا دلوقتي عندي اسم الموظف هو رقم 2، فهعمل له 2 وبعد كده هعمل كوما. رينج لوك اب بقى، أنا عاوزها حاجة أبروكسيميت ولا إكزاكت؟ لا أنا عاوز إكزاكت. هختارها وأقفل القوس واضغط انتر، هنلاقيه طلع لي إيمان سيد. بنفس الطريقة في الراتب هعمل يساوي VLOOKUP، خلاص اتعلمناها. القيمة اللي أنا بدور عليها أهي، كوما، التيبل أري، كنترول تاب ونفس الكلام. المرة دي لما هعمل كوما العمود اللي هو هيدور عليه هيبقى رقم كام؟ رقم 6، كوما، وهختار exact match وأقفل القوس واضغط انتر، فطلع لي الراتب نفس اللي فوق. هطبق نفس اللي أنا عملته في بداية التعيين ونهاية التعيين. بكده أكون طبقت اللي أنا عملته في الصف ده. طب أنا عاوز أطبق اللي أنا عملته في كل الجدول بحيث إن هو أوتوماتيك أول ما يلاقي هنا كود أنا دخلته يطبق عليه المعادلات دي. طبعا لو خدت الخلايا دي وعملت لها دراج في باقي الجدول هنلاقيه هيطلع لي ايرور. ليه ايرور؟ عشان هو هنا لاقي إن الكود مش موجود أو اعتبره زيرو، فلما راح في الجدول هناك هو ما لقاهوش. طيب أعمل إيه في الحالة دي؟ لازم أدخل معادلة if error. خلينا نعمل كنترول Z، هاجي هنا قبل VLOOKUP هعمل if error وهعمل إن هو لو ما لقاش الكود يسيبها فاضية. هطبق اللي أنا عملته ده في باقي الخلايا هنا في الراتب الصافي وفي بداية التعيين ونهاية التعيين. دلوقتي بعد ما طبقت if error في كل الشيت بتاعي هبدأ أحدد الخلايا دي وأعمل لها دراج. هنلاقي الشيت بتاعي بالشكل ده. وانس إن أنا رحت مثلا للجدول الأساسي بتاعي أو الداتابيز بتاعتي، أنا عاوز دلوقتي أحسب مكافأة نهاية الخدمة العلا، لأن علا عندها تاريخ نهاية التعيين أهي. فهاخد كوبي كده من كود الموظف، هروح هناك هعمل بيست هنا عن طريق كنترول في، هنلاقيه أوتوماتيك ظهر لي المكافأة. طبعا لو أنا عاوز أخلي المكافأة ب2 ديجيت بس أو يبقى رقمين بعد العلامة، أقدر عن طريق إن أنا أحدد الخلايا اللي أنا عاوز أعمل لها كده وأعمل لها decrease
ديسيميل. نفس الكلام خلّينا ناخد حد تاني مثلًا وليكن إبراهيم محمد Ctrl+C برضه Ctrl+V هنلاقي طلّع معايا بداية التعيين ونهاية التعيين والمرتب بتاعه. ولو حبيت أشيّك على نفسي مثلًا هنا الراتب الصافي بتاع إبراهيم 3.5، بداية التعيين 4 فبراير 2019 ونهاية التعيين 7 فبراير 2022، هنلاقيه ظهر لي الdata دي. بكده نكون خلّصنا الفيديو بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.